أنت من قرية قرب مدينة فيق، تابعة لمنطقة الزاوية، وأنت ألفت كتاب عن منطقة الزاوية، نعم. ثورة الزاوية، سنتحدث عنه أيضا. كانت المنطقة في الجولان السوري المحتل الآن هي منطقة محتلة صح؟ الآن محتلة من نعم. 67. من 67، وأهلك نزحوا من القرية إلى الأردن إلى درعا ثم أتيت بهم إلى دمشق. نعم. نعم. طيب نتحدث عن ظروف التكوين والنشأة. النشأة أنا من قرية فلاحين ملاكين أراضي. نحن عائلتنا مو أبي أنا مثلا، بس جدي وابن عم جدي نمتلك تقريبا 80% من أملاك القرية. القرية ما اسمها؟ القرية اسمها جيبين. جيبين. لما اجوا الجيش صار سموها جبين. جيبين. هي نعم. اسمها جيبين. نعم. جيبين. نعم. بالأساس نحن كنا ساكنين في فيق. نعم. في فيق قلنا بيوت، قلنا زيتون في فيق، معروف بيوت شروع وزيتون شروع، وكانوا في ناس يروحوا يحوشوا زيتون من وادي مسعود محاذي لبحيرة الطبرية. نعم. تحت فيق مباشرة. وبعدين باعتبارهم هم عندهم طروش، عندهم أغنام، عندهم أبقار، كان ثروة بالنسبة لهم. فإجا أشار عليهم أحد قال لهم في قرية اسمها جيبين فيها